أنا عارف إنك استحملت كتير جدا جدا وصابر بقالك فترة، وعارف إن أنت مستحمل وشايل فوق طاقتك، وعارف إن أنت من كتر الحمل اللي أنت شايله أنت ما بقيتش قادر إن أنت تستحمل من كتر ما صبرت قبل كده. الشغل واقف والدنيا بايظه زي ما انت شايف، وكل مصالحي واقفه، وكل حياتي تقريبا واقفه، وكل المشاكل اللي بمر بيها في البيت ومع علاقتي بشريكة حياتي الدنيا بقت صعبه جدا ومش عارف اعمل ايه. من كتر ما انا صبرت على اللي فات انا خلاص ما بقيتش قادر استحمل طعم الصبر اكتر من كده. في فترات في حياه الانسان بتكون مؤقته، حلها الوحيد ان الواحد يصبر. علشان نعدي من الفترات دي لازم نصبر. فربنا بيقول لنا ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني اللي انت هتصبر عليه دلوقتي حالا ربنا هيديك اجر عليه بغير حساب. ده السبب اللي يخليك تبقى راضي وصابر على اي مشكلة او اي حاجة انت بتمر بيها، علشان الاجر بتاعك هيكون من غير حساب، علشان الاجر بتاعك هيكون عظيم جدا جدا جدا. ده السبب اللي يخليك تصبر على نفسك. تصبر على نفسك لو انت كنت في فترة صعبة وحاسس ان انت موجوع وحاسس ان انت جواك جرح، فتصبر على نفسك لحد ما ترجع تاني تبقى زي الاول، كويس ومطمئن ومبسوط. تصبر على نفسك المشاكل اللي انت بتمر بيها في حياتك لحد ما تاخد وقتها وتعدي. تصبر على نفسك لو انت حاسس بحزن من جواك لحد ما الحزن ده يعدي وربنا يبدل لك الاحساس اللي جواك ده براحة وطمأنينة. تصبر على اي ابتلاء انت بتعدي بيه في حياتك ويكون ظنك بربنا خير، وتقول يا رب انا واثق 100% ان الصبر اللي هصبره دلوقتي حالا انت هتعوضني بيه خير وهتراضي قلبي يا رب. سيدنا يعقوب لما ضاع منه سيدنا يوسف واخوه بنيامين، اول لما قال فصبر جميل، ايه اللي حصل؟ ربنا رجع له سيدنا يوسف ورجع له بنيامين اخوه ورجع له سيدنا يوسف وهو عزيز مصر. اول لما قال فصبر جميل. اهم حاجة الصبر اللي انت تكون صبره يكون جميل، تكون راضي. ما تقولش انا صابر بس انت متضايق ومش راضي عن اللي بيحصل او عن الاحداث اللي حواليك. اهم حاجة يكون صبر جميل، صبر بطعم الرضا. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى في ايده يبدل كل الاحاسيس اللي انت حاسسها دلوقتي حالا وكل الاوضاع والمشاكل اللي حواليك في غمضة عين. ممكن تبات في حال وتصحى في حال تاني خالص، بس اهم حاجة ان انت تكون صابر، والصبر ده يكون فعلا برضا وثقة ان ربنا سبحانه وتعالى في ايده يغير لك كل حاجة.